إسماعيل بالبريد المركزي. إذا مساء الخير. كما قلت هي أجواء كبيرة لأنصار يعتزون بمنتخب حقق الأهم ودخل التاريخ محاربي الصحراء. نعتز أن نكون ممثلي العرب. هؤلاء الأنصار كما نشاهد اليوم يعيشون ليلة بيضاء، وما هي إلا عينة من الوطن الحبيب الذي يفتخر وينتصر ويعيش أفراح الجزائر اليوم في ليلة بيضاء وأعراس متواصلة في الليالي البيضاء. إذا حشود من الأنصار كانوا منذ الأمسية ينتظرون المباراة على شغف كبير لمتابعة حيثية هذا اللقاء التاريخي الذي كان من ورائه رفقاء إسلام سليماني مسجل هدف التعادل في مباراة ضد الدب الروسي. إذا الأنصار هنا تابعوا بحماس كبير، وحتى من اللاعبين من أذرف دموعا كبيرة، هي دموع الفرحة لأنصار منتخب دخل التاريخ من بابه الواسع والمرور إلى الدور الثمني النهائي. إذا كما قلت هي ليلة بيضاء تنطلق من اليوم لأعراس الجزائر في انتظار دور الثمن النهائي في مباراة ستكون تاريخية. شكرا لك زميلي إسماعيل ميلودي. الوطن، أجواء الوطن عبر كل ولايات الوطن 48 عاشت وتعيش الآن أجواء متميزة، أجواء الفرحة، أجواء التأهل التاريخي للخضر، وهذه الآن أجواء الفرحة بمختلف شوارع العاصمة. هزيج ورفعا للراية الوطنية نرصدها لكم أيضا من مدينة الباهية وهران. يصنعون أجواء حماسية رائعة هنا بمدينة وهران بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى الدور الثمن النهائي. عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة على موعد مع ليلة بيضاء مع أجواء الفرحة. إلى الجنوب الآن البشريون يحتفلون هم أيضا. ومن عين الفوار سطيف صور لا تختلف.
احتفال المنتخب الوطني بمناسبة تأهله التاريخي إلى الدور الثمانيني في المونديال البرازيل تصلنا تباعا إلى حد الساعة، وسنوافيكم بالمزيد من هذه الصور الرائعة لمناصري الخضر ولكل الجزائريين في نشراتنا اللاحقة. هنأ رئيس الجمهورية